هنا القاعة البيضاوية بالعاصمة فتحت أبوابها ابتهاجا بالحدث، والقادمون إليها لخصتهم أرقام انتماءاتهم حسب الولايات على كثرة تمثيلها. أما دقة الرقابة على المداخل فواجب تمليه الظروف، ونتاج الضغط عند ولوجها نتيجته حتما فقدان السيطرة على الرقابة. أما داخل القاعة فلا تزال الكراسي تحافظ على نصاعة بياضها في انتظار النازلين إليها. أما على المدرجات فصورة الرئيس ثابت لا متغير، والضرورة تفرضه مرفوعا عند كل مدخل، في حين تقاسمت الأحزاب بممثليها المقاعد العلوية كل حسب انتمائه ولونه. وعند كل بداية ترفع الأيدي دعاء وابتهالا، وربما الوحدة والتضامن يستدعيان ذلك كقاسم مشترك بين المشاركين، وإيصال مفهومه للغير لا يحتاج دائما لرابط، فالتلويح كاف لإيصال ما تريد، وما تريده أيضا قد لا يلقى ترحيبا، فاللامبالاة تدفعك حتما للمغادرة قسرا حتى إن واصلت الكلام. ورغم ذلك تبقى الذكريات وحدها من تحتفظ لك بمرورك، فالمرور عبر القاعة والحدث قد تتكفل بمهمتها التكنولوجيا، وفي لحظات ترقب وتمعن تشبه في شكلها لحظات حكم قبل انطلاق مباراة، تحول الحفل إلى نزال مفتوح بجبهات عديدة. كل الوسائل كانت فيه متاحة، فغاب عنه الغالب والمغلوب، وظهر التوتر على البساط علامة مسجلة، وارتفع منسوب الاحتجاج رغم طلبات تخفيضه. تلك هي مخلفات القاعة البيضاوية في انتظار النتائج.